يا ابن آدم تزود من حياتك للمعاد وقل لله واجمع خير زادي ولا تركن إلى الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنوائب أترضى يا غافلا أترضى يا غافلا أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بحضور رمضان وكان يقول لهم لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك وأنعم عليك يا سيدي يا رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عباد الله أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما أمرني وأمركم المولى عز وجل فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمر عمل القلب كما قال مولانا فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ثم أما أيها الإخوة الأحباب ذلك إني أحبكم بالله وأسأل ربي عز وجل الذي اقتضت حكمته أن يجمعني بكم في الدنيا وفي هذا المسجد الحبيب إلى قلبي في الدنيا على طاعته ألا يحرمني وإياكم أن يدخلنا يوم القيامة جنته ومستقر رحمته فإنه ولي ذلك والقادر عليه كما أسأل ربي عز وجل
بتسمعني والله، واللي هيسمعني من خلال الشبكة العنكبوتية الإنترنت، وكل واحد في المسلمين يبلغ صوت الآن، عاوز أسألك سؤال: هل أنت أهل لبلوغ رمضان؟ أنت تستحق إن أنت رمضان يجيلك؟ تستحق إنك تدخل رمضان؟ يا عم الشيخ، ما أنا بصلي في الصف الأول، وساعة ما المؤذن يقول الله أكبر بيبقى لو في ايدي أي حاجة بسيبها واكل على الجامع، صح؟ يا عم الشيخ، ما أنا بصلي الاثنين والخميس، ما أنا اللي بجيبي مش ليا، أنا اللي بجيبي للفقراء والمساكين. حلو، جميل قوي، عسل، ربك حلو. بس عاوز اسالك، ما هي علاقتك بينك وبين الله الذي تصلي له؟ هل انت تراعي حرمه الله في خلواتك؟ اسمع سيره النبي وايه، بس مش هقول لك بنسمعها الصلاه عليه. بيقول لي سيره النبي من حديث ثوبان رضوان الله عليه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بجبال من الحسنات بيضاء كجبال تهامة. الله العظيم حديث يخوف، والله العظيم حديث يخوف. انت بتسمعه كده بقلبك، مش عاوزك تسمعه وانت كده بتطلع من هنا، تسمع من هنا تطلع من الثاني. اسمع كده: اني لاعلم اقوام من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات كجبال تهامه بيضاء، فياتي الله عز وجل يوم القيامه فيجعلها هباء منصورا. يا رب سلم، يا رب، يا رب منكم، يا رب. اللهم لا تجعلني والحاضرين والسامعين منه. اسمع هنا لي يا اخي، صلي على رسول الله. فيجعلها الله هباء منصورا، فيقول الصحابه: يا رسول الله جليهم لنا. قل لي ده هم دول مين؟ عرفنا عليكم يا نبي عشان ما نسلكش مسلكهم، عشان ما نعملش عملهم، عشان ما نسمعش يوم القيامة قول ربنا عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا نبي، عرفنا عليهم. قال: إنهم أقوام منكم. يا لطيف، اركض بعبادك. اللهم ارحم عبادك يوم تبعث عبادك. اللهم ارحم عبادك يوم تبعث عبادك. اللهم ارحم بعبادك يوم تبعث عبادك. اسمع: إنهم أقوام منكم. وشوف الكلمة اللي جايه بقى، اسمع. ويأخذون من الليل كما تأخذون. شفت الموقف؟ بيقوم بالليل وبيصلي وبياخد بالسجادة وبيعيط وطرح قلبه بين ايد الله ويقول: يا رب استجب لي، يا رب طمني، يا رب اقبلني. اسمع بقى المصيبة اللي هم فيها، خد بالك: إنهم أقوام منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم، والله ما هقول لك أنا بتعلي صوتك بالصلاة على النبي. اسمع قول إيه؟ غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا
ورسالة للشباب، ورسالة للبنات، ورسالة للي عايش المراهقة بتاعته متأخر، ورسالة إلى أصحاب وسائل التواصل الاجتماعي، ورسالة هتقول لي مين ومين يسمع، هتقول لي مين ومين يسمع في قوم صارت قلتهم نساؤهم وصارت أيديهم لا تعبث إلا بهواتفهم. واحد الله يقول لا إله إلا الله. فأنت عاوز أسألك برضه علاقتك مع ربنا، هل بتسمع لقول ربنا عز وجل؟ اسمع: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض السماوات والأرض أعدت لمين؟ أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت لمين يا عم الشيخ؟ رد عليا. أعدت لمين؟ للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صل على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. علاقتك بربنا ايه؟ اسمع، انت اللي الملأ عنهم رب اشعث اخضر ذو الطمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لأبره. ولا انت من حضرتك من الصنف اللي بيقول عنهم ربنا عز وجل، اللي بيقول عنهم ربنا عز وجل وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. انت عاوز رمضان علاقتك بربنا ايه؟ طب ماشي، ده انا علاقتي مع ربنا تمام، ده انا مقفل الامور تمام، وبسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام: يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله عز وجل في اليوم اكثر من 70 مره وفي روايه اكثر من 100 مره. ده انا على طول ماسك السبحه يا عم ومسدد استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وبقولها بلساني وقلبي ما يعرفش عنها اي حاجه. اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها الا ما رحم الله وحد الله. طب اجيب لك حاجه ثانيه؟ انت عاوز رمضان؟ طيب الشحناء والبغضاء والبلاوي السوداء اللي انت حاططها في قلبك على المسلمين وغلك على المسلمين ده يوصلك الى ان انت تدرك رمضان. بالله عليك، ده ربنا عاوز ينظف عباده. شوف النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك: يطلع ربنا على عباده في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا مين يا عم؟ عاوزك تسمعني؟ الا مين؟ ناس مش مذاكرين. الا مشرك ومشاحن. راجل مشرك جعل لله ندا وهو خلقه، وراجل مشاحن بينه وبين خصومه وبينه وبين الناس خصومه. واقول لك اسمع والله بينه وبين نفسه خصومه، بينه وبين نفسه خصومه، نفس اللي بين جنبي بينه وبينها خصومه. ليه؟ هتقابل ربنا تقول له ايه؟ اسمع سيدك النبي كان قاعد اليوم فدخل عليه رجل فقال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من اهل الجنه. فاشرأبت الاعناق. مين اللي داخل الباب ده؟ مين ده؟ عظيم من العظماء، سفير من السفراء، ملك من الملوك، امير من الامراء. مين يا جدعان؟ رئيس من الرؤساء؟ لا، اسمع، ده فقير من اعلم الفقراء. وصلى على سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم من هذا الباب رجل من اهل الجنه. والصحابه تبص عليه ويجي ويكرر الموضوع يوم واثنين وثلاثه، وفي الاخر سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يخرج ويقول له: يا عمي بيني وبين ابويا ملحان، بيني وبين ابويا خصومه، تستضيفنا عندك. واستضيفه 3 ايام عشان يتعلم منه
يسمع، وبعدين بعد ما يخلص خالص ما يلاقيش حاجه تجيب. الراجل يصلي العشاء يصلي الوتر بتاعه وينام، ويقوم الفجر يتوكل على الله يصلي له ربنا كتبه له ويروح يصلي الفجر وينام، الامور تمام زيه زي اي واحد. فقال له انا عاوز اقول لك على حاجه، ما كانش بينه وبين ابويا خصومه ولا حاجه، بس المشكله ان احنا قعدنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لمده 3 ايام كل يوم نقول يخرج عليكم رجل من اهل الجنه فاردت ان اقترب منك حتى اتعلم منك حتى اتشبه بك، فقال والله يا ابن اخي ما غير ما رايت، ما فيش اكتر من اللي انت شفته، اللي انت شفته بس يا حبيبي. فيوم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عايز يمشي، يوم يقول له اسمع بقى اللي جاي دي، اسمع والله ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال له ايه؟ غير اني حينما اضع راسي على الوساده لا لانام ليس في قلبي غل ولا حقد ولا غش على المسلمين. رجل نظيف. انما النهارده بص السكر كتر، الضغط كتر، الشلل والوعي عزكم الله كتر، الامراض كترت. من ايه؟ من حمل الغل على اخوه ابنه وابوه. الراجل الصالح كان يقول له ايه؟ امك ماتت. قال له ايه؟ عذر الله اجري. قال له زوجتك ماتت. قال له جدد فراشي. قال له اخوك مات. قال له ايه؟ كسر ظهري. الاخ النهارده في قلب البيت بيبقوا اخوات في قلب البيت والله، ويداري حاجته على اخوه، ولا اخويا بيحقد عليا، اخويا مولانا بيحقد عليا وعايزني اروح احتاج يا مولانا، اعمل ايه يا مولانا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الشحناء والغل اللي حضرتك فيه بالله عليك تستحق ان انت تدرك رمضان؟ تستحق تدرك رمضان؟ طب اقول لك قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه وهو صلاه فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم من يبدا بالسلام. قال الله عز وجل فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. قال الله عز وجل انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله. ليه يا رب؟ نكمل عنه. واتقوا الله ايه؟ لعلكم ترحمون. يمكن رحمه ربنا تنزل عليكم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انقل لك الموضوع تاني. جارك اللي جنبك كم مره اتكلمت على الله؟ كم مره اتكلمت على بنتك؟ كم مره خضت في عرضه؟ كم مره رميت القذرات قدام بابه؟ كم مره اتكبرت عليه؟ كم مره اذيت جارك وما سمعتش لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره؟ وما سمعتش قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سير الرزق. انت فين من جارك اللي ممكن يموت وما تعرفش الا ساعه ما التابوت تتحط قدام الباب؟ مين اللي مات يا جماعه؟ جارك فلان الفلاني مات، ولا حول ولا قوه الا بالله، وعيان بقاله سنين. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قلنا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره بجواره جائع وهو يعلم. انت فين يا حاج؟ انت فين من جارك؟ اقول لك بلاش جارك. مع العلم ان انت مش هتدخل الجنه الا بشهاده جار. قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يموت ويشهد له 4 من جيرانه بالصلاح الا قال الله عز وجل لهم قبلت شفاعتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. جارك اللي اقرب ليك من ابوك ومن امك والدنيا بعضها. يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لسيدنا ابو ذر يا ابا ذر اذا طبخت مرقه
خد بالك بقى، ابوك وامك علاقتك معهم ايه؟ اختك واخوك، رحمك، جارك، الناس كلها حواليك، مجتمعك اللي انت عايش فيه علاقتك بايه؟ شوف والله نهايه الكلام، لو اصلحنا ما بيننا وما بين الله وما بيننا وما بين العباد لاصلح الله بيننا وبين نفوسنا. والله لو اصلحنا ما بيننا وبين الله وما بيننا وبين العباد الا اصلح الله بيننا وبين نفوسنا. سيدنا عمر بن عبد العزيز رؤية الذئاب طلع مع الغنم في عهده، فقالوا له ماذا صنعت؟ فقالوا له ماذا صنعت حتى ترعى الذئاب مع الغنم؟ فقال لقد أصلحت بيني وبين الله، فلقد أصلحت بيني وبين الله فأصلح الله ما بين الذئب وما بين الغنم. الصلح مع الله، والرضا بالله، والرجوع إلى الله، والتقوى لله، تدخلون جنة ربكم بسلام. أعود بحضراتكم من هنالك حيث رسالة عاجلة لمن يدرك رمضان إلى هنا وما أدراك ما هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيها النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت يا ابن آدم، اعمل ما شئت كما تدين الإمام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كما لا ذنب له، فيا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، والموت يأتي بغتة والبر صدوق العمل. أقول ما تسمعون وهو أمري إلى الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم. ادعوا الله وأنتم مؤمنون بالله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في رسالة إلى من يدرك رمضان. عاوز أسألك السؤال التالي في اللقاء: ماذا تعرف عن رمضان حتى تتمنى لقاء الله؟ تعرف عنه ايه؟ تعرف شوية الفوانيس والزينة اللي بتتعلق في المساجد على ابواب المساجد مش الطرقات؟ يا جماعة، نحن في حاجة إلى أن نزين قلوبنا لاستقبال رمضان قبل أن نزين مساجدنا وبيوتنا لاستقبال رمضان. نحن في حاجة أن ننظم قلوبنا لاستقبال رمضان من قبل أن ننظم مساجدنا وننظم شوارعنا لاستقبال رمضان. احنا محتاجين ننظف قلوبنا الأول، محتاجين نعرف حاجة عن الضيف الجديد، الضيف اللي
أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطهن أمة قبلي. الأولى إذا كانت أول ليلة من رمضان نظر الله إلى عباده، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. والثانية لخلوق أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. والثالثة إن الملائكة لتستغفر لهم وذلك في كل ليلة. والرابعة إن الله تعالى يأمر جنته أن تتزين في رمضان ويقول لها لقد أوشك عبادي الصائمون أن يرتاحوا من عناء الدنيا ويأتوا إليك. وأما الخامسة فإذا كانت آخر ليلة من رمضان أعتق الله عز وجل من النار مثل ما أعتق في ليالي الشهر. فقالوا يا رسول الله هي ليلة القدر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أترون أن العمال يوفون أجورهم إذا طلبوا من أعمالهم؟ آخر حاجة عاوز أقول لك عليها وفكرت بها إن الأمم السابقة عرض عليها رمضان فلم يعطيها الرحيم الرحمن رمضان، وأفاض به على أمة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم حتى تمنت الأنبياء أن تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال موسى بن عمران لربه يا رب العزة إن هل لك عباد أكرمتهم كما أكرمتني؟ أنت لك عباد أكرمتهم كما أكرمتني فقد أسمعتني كلامك. ربنا ليه؟ وكلم الله موسى تكليما. صلى على رسول الله. هل لك عباد أكرمتهم كما أكرمتني فقد أسمعتني كلامك؟ فقال يا موسى نعم إن لي عبادي أخرجهم في آخر الزمان أكرمهم بشهر رمضان فإنهم إن صاموا إلي وابيضت شفاههم إلي واصفرت ألوانهم إلي وجاعت بطونهم إلي فلقد كلمتك من وراء 70,000 حجاب ولكنهم إن صاموا إلي وابيضت شفاههم إلي واصفرت ألوانهم إلي وجاعت بطونهم إلي وعطشت أكبادهم إلي رفعت تلك الحجب بيني وبينهم وقت إفطارهم. يا موسى إنهم إن صاروا إلي وابيضت شفاههم إلي وجاعت بطونهم إلي وعطشت أكبادهم إلي لم أجد لهم جزاء